اللي يجي على سكتنا يستحمل اذيتنا. خلاص انتهى زمن السكوت. هكذا يتعامل النادي الاهلي وجماهيره امام كل من يتطاول او يقلل من حجم النادي الاهلي وجماهيره. ولكم في الاحداث الاخيره عبره. شاءت الاقدار ان يكون الكابتن رضا عبد العال والكابتن اسلام صادق ومحمد الشيبي وبيراميدز هم العبره لكي من يريد ان يعتبر مستقبلا. ايه اللي حصل يا والكباتن؟ هقول لك القرارات الناريه. قرار ناري من اتحاد الكرة على رضا عبد العال واسلام صادق، وقرار ناري من الفيفا لاتحاد الكرة وطبق يا شيبي انت وبيراميدز. وفي حالة التقاعس تكون العقوبات قاسية على اتحاد كرة القدم بخصوص الشيبي. يا جماعة النادي الاهلي خلاص عصر اغلط اغلط اغلط، قلل قلل وخلاص انتهى لان النادي الاهلي بصراحة طيبته وتواضعه هو اللي خلى الناس يعني الحقدة والكرهة تعمل كده. لكن زي ما قالت الست ام كلثوم انما للصبر حدود. خلاص يا جماعة النهاردة عارفين منتخب مصر هيلعب ماتش ودي، لكن عندما يذكر اسم النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي فلا بد ان يكون لها نصيب اكبر، نصيب اكبر. لكن من وطنيتنا هنتكلم عن منتخب مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بلاعيبه منتخب مصر في استاد مصر الجديد في العاصمه الاداريه. فعايزكم الاول قبل كل حاجه نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأول مرة حضراتكم بتتابعونا على اليوتيوب فضلا ونسى أمر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط بلاك عشان يصلك كل جديد. بصراحة أنا زعلان على كابتن رضا لأن أنا عارف هو غلبان وعارف إن هو طيب، والله العظيم بكلمكم بأمانة يعني، وعارف إنه على نياته، وعارف برضو إن أكل العيش في الفضائيات بيبقى يعني بيخلي البني آدم فينا الكاميرا بتغره، الكاميرا بتجيبه، الكاميرا بتوقعه. بس ما تجيش على النادي الاهلي وبرضه ما تجيش على الزمالك برضه. ما انا عشان اكون منصف يعني هتقول لي على راس بطحه، مش هقول لك على راس بطحه، بس بتتكلم عن انبي، عن سموحه، مع احترامي الكامل ليهم والله، مع وادي دجله غيره انديه ما فيهاش جماهيريه ابدا. فبالتالي بيكون الضغط عليك اخف. هتيجي تخربش في الاهلي، في الزمالك، في الاسماعيلي، في المصري، في الاتحاد، ما هي دي الانديه الجماهيريه الباقيه بس، غير كده مفيش. فبالتالي هتكون العقوبات اقل، هتكون السمع اقل، هيكون ردود الافعال اقل. خلينا واقعيين. النادي الاهلي امهل الكابتن رضا عبد العال كتير جدا 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 يعني. ما اتريق على كل المدير الفنيين في الاهلي، اتريق على لعيبه النادي الاهلي، كان بيقول قفشه ما اعرفش ايه، وكان بيقول على كمل على ياسر ابراهيم اللي هو نجم متالق حاليا، على الشناوي وعلى كولر، يعني الى ان وصل بيه الحال واخطا في حق جماهير الاهلي. يعني لما يجي على النادي الاهلي ويعدي الاهلي سكت، لكن جمهوره ما بيسكتش. الجمهور الاهلي اللي فعل الازمه ووصلها. عشان كده اتحاد الكوره اصدر قرار بمنع الكابتن رضا عبد العال مده شهرين عن الاعلام او عن القناه المتعاقد معاها. شهرين. هيطبق معرفش، هيستأنف برضو معرفش، ولكن ده اللي صدر في الفتره الاخيره وانا بكلمكم. شهرين. وعلى اسلام صادق انه ينفذ القرار ويمنع رضا عبد العال في حال قدومه ومخالفته لقرار اتحاد الكوره. طب لو الكابتن اسلام رفض هيتم ايقاف برنامج اسلام صادق. نروح بقى على الشيبي واسلام صادق. الشيبي يا جماعه يعني ارتكب في حقه خطأ كل مصر شافته، ولكن اعتذر حسين الشحات، وقع عليه عقوبه من اتحاد الكوره، وقع عليه عقوبه من النادي الاهلي،
تم ايقافه من اتحاد الكره، يعني بتكلم اعتذار رسمي علني من حسين الشحات عبر كاميرات الصحافه الرياضيه. كل الجرايد الرسميه كتبت في اولى صفحاتها اعتذار رسمي من حسين الشحات للشيبي. الشيبي خالف، غروا بيراميدز ودفعوا للوقوع في الايه، في المخالفات زي ما بيقولوا. راح ساب لجنه الانضباط وساب اتحاد الكوره على بعضه، والفيفا على بعضه، والكاف على بعضه، وراح على فين؟ يشتكي في مديريه امن القاهره، ودي مخالف للقانون. هنا الفيفا اصدر قرار لاتحاد الكوره ان لم يسحب محمد الشيبي الشكوى بتاعته، ان لم يسحب الشكوى بتاعته اللي مقدمها في المحاكم المدنيه ضد محمد، ضد سلام، ضد حسين شحات، هنا هيتم ايقاف اللاعب محمد الشيبي مدى الحياه. مدى الحياه، يعني قدامك مهله 3 ايام، فكر تسحب الشكوى علشان خاطر كده مخالف لقانون الفيفا. عندك يا جماعه كم من جهه روح لها، بس رياضيا، رياضيا عندك لجنه انضباط في اتحاد الكوره، عندك الكاف المحكمه الرياضيه، عندك الفيفا المحكمه الدوليه اللي بتعم وبترأس جميع اتحادات كره القدم. يا مش فكرت في واحد دول تروح ليهم؟ لا، بيراميدز قال له روح، هنحبس الشحات واحنا في ظهرك. هنا اتت الطامه الكبرى على محمد الشيبي انه خالف، فبالتالي لو ما سحبش الشكوى هيقف. طب بيراميدز ما عليه الا حاجتين، يا اما يفسخ عقده مع الشيبي عشان يعني ينقذ نفسه، يا اما لو استمر وخالف محمد الشيبي وتم اثبات بيراميدز انه ورا دفع بالشيبي للمحاكم المدنيه، هيتم عقوبه بيراميدز ايضا بايقافه سنه. تمام. الحاجه الاخيره بقى ان منتخب مصر النهارده مع بيراميدز، ربنا يوفقه ان شاء الله، وزياره السيسي تكون وش السعد علينا باذن الله عز وجل. تنزانيا فرقه سهله، نقدر ان احنا نعمل كل حاجه. اشوفكم بعد الماتش ان شاء الله بمساعده الله يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولكن لازم كلنا نشجع مصر، مفيش حاجه اسمها اهلي، مفيش حاجه اسمها زمالك، مفيش حاجه اسمها اسماعيلي. كل اللي يقدر عليه ان احنا اللون الاحمر ده يكون هو منتخب مصر. زياره السيسي طلبهم بالتحلي بالروح الرياضيه وسمعه الكره المصريه، وان شاء الله يكونوا عند حسن الظن. دمت في رعايه ايضا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.